الاردن خرجت والمغرب خدت البطوله، بس كده في كام نقطه عايزين نتكلم فيهم على الماتش امبارح وعن مأساة منتخبنا والفضيحه اللي طلعنا بيها وتصريحات حلمي طولان اللي المفروض هيقولها بعد تصوير الحلقه دي. تعال اقول لك الحكايه وخلاصتها. بكل بساطه اللاعب اللي قدامنا ده عبد الرزاق حمد الله، في ماتش الامارات جاب الجون الثاني وصنع الجون الثالث، وفي ماتش الاردن اللي كان امبارح جاب جونين وخلى المغرب تاخد البطوله. هنا نرجع لاهم نقطه لفضيحه منتخبنا وخروجنا من كاس دور المجموعات وكاس العرب والفضيحه الجميله دي، هي اختيار القايمه. لو جينا بصينا على اختيار القايمه هتلاقي فيه لاعبين، واحد انا بحبه عشان اتربيت معاه في الاهلي، والتاني المفروض محترف كبير وانجليزي وهو محمد النني وعمرو السوليه. الاثنين اللي قدامنا دول المفروض كباتنه من كباتنه المنتخب الاول، يعني المفروض هيدوني خبرات للاعيبه دي واحسن وحاجات لو العلاقه بين الاثنين تمام. هو انا شامم ريحه شياط، الله اعلم ده من هنا ولا من هنا، الله اعلم. خلينا بس نرجع لموضوعنا. المهم الكباتن دول ما فادوش المنتخب باي حاجه، بالعكس احنا خرجنا بفضيحه. يعني معلش على اسمك وتاريخك انت كمنتخب مصر ما ينفعش خالص الحوار دوت. المهم المغرب بعد ما خدت البطوله عبد الرزاق حمد الله عمل فيها اداء عالي جدا. لو جينا بصينا احنا هنا في مصر هتلاقي لعيبه حرفيا ما بتقدمش اي حاجه مع المنتخب وبتاخد مبالغ كبيره جدا، مش عارفين على ايه وعلى اساس ايه، وهل هنقدر نعدي الفجوه دي؟ يطلع لك اتحاد الكره يقول لك احنا هنشوف وهنحسن الكره المصريه بتاعتنا سنه 2038. العالم كله بيشوف ان الرؤيه والتحسن هيكون سنه 2030. انت طبعا مش هتلحق تحسن اي حاجه في 4 سنين، مع ان المغرب عملتها والمغرب فرق عنك بكتير، خدت بطولات في كل الفئات بتاعت الكوره. كاس ناشئين تلاقي، كاس عرب تلاقي، يوصل رابع عالم، يوصل رابع عالم، وهو اساسا دخل البطوله في قطر السنه 22 ما كانش متاهل اساسا. يا كل دوت، وهل لحد دلوقتي احنا كمنتخبنا هنقدر نصادم ونعادي وناخد افريقيا كمان؟ كلامنا كله دلوقتي للمنتخب الاول، لازم كل فيديوهاتنا توصل لهم. هل احنا هنقدر فعلا ناخد كاس افريقيا ولا خلاص ده حلم ونشيله من دماغنا؟ اهم حاجه متنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا لايك عشان تنضموا لعيبنا. ادي الحكايه وخلاص.